أفضل 3 طرق هتساعدك في زيادة معدل الحرق في رمضان. رقم 1، استعينوا دايما في وجبات الفطار والسحور بأكلات الغنية بالبروتين زي الفراخ المشوية، السمك، البيض، العدس والزبادي اليوناني، لأنهم بيزودوا معاك الإحساس بالشبع وكمان بتعلي من معدل الحرق. رقم 2، بين الفطار والسحور ما تنساش المشروبات الحارقة للدهون زي الشاي الأخضر، زي القرفة وزي الجنزبيل، لأن هتقلل معاك من الانتفاخات اللي بيحصل ما بين الفطار وكمان هتزود معاك معدل الحرق. تالت حاجة والنصيحة الأخيرة والأهم، إنك تبدأ فطارك بحاجة خفيفة زي التمر والمية، طبق سلطة خضار أو طبق شوربة سخن، وتأجل الوجبات الرئيسية اللي بعد الصلاة. طبعا يعني استسمحكم طبعا ما تنسوش تبعدوا عن المقليات والحلويات تماما، لأنهم بتزود معاك من مقاومة الأنسولين وللأسف بتوقف حرق الدهون. وبس كده، دي كانت نصيحتنا النهاردة. ما تنسوش تتابعونا على ديتيتكس أكاديمي في اوعى تعمل كده في رمضان.